السلام عليكم، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. لنا عوده اليوم مع القضيه ديال تهامي بناني. هذه القضيه هذه صراحه اللي هي محيره، هذه القضيه هذه اللي استمرت هذه السنوات كامله ومازال لحد ساعه، رغم انه سمعنا مؤخرا القضاء انه بغى ينهي مع هذا الملف هذا نهائيا، لان الملف كثر فيه يعني القيل والقال حسب يعني ما قالوا. بغاو هما يتجنبوا هذا الشيء هذا ويسدوا هذا الملف هذا، قلنا مزيان. وحتى الام ديال تهامي بناني فرحات وخرجت من الجلسه اللي فاتت فرحانه وقالت لك الحمد لله راه الملف غادي في الطريق الصحيح. يعني بديت كنشوف الحق ان شاء الله غيتخذ باش ان الاسئله ديال، لان دابا دخلنا المناقشه وراه عندنا شهود غادي يهضروا وانا الى اخره. لكن اشنو غيوقع فاش كان خرج المسمى الف راء؟ هذاك السيد اللي دار عليه فيديو وقالوا بانه كان عنده شي مشكل في كندا، ابخي رجع للمغرب، ابخي ما كملش العقوبه ديالو، ابخي هربوا باه لبلجيكا ولا فين، خرج فيديو. اشنو كان قال فيه؟ كان قال فيه انني كنوجه رساله للسيده حياه العلمي، ولا بغات شي حاجه انا نقولها ليها، الا بغات تعرف الحقيقه انا غنقولها ليها. الام ديال المرحوم الله يرحمه ويسعد رحمه الله، الا بغات شي اي معلومه انا ما بغيتش نتحمل المسؤوليه ديالها. علاش؟ لان الله سبحانه وتعالى قال واذكروا امواتكم بالخير ولا تكتموا شهاده الحق ولا تشهدوا بالباطل. وانا لا اريد، ما بغيتش نتحمل المسؤوليه ديال داك الشيء. ما عليك لا حياه العالمين كلمه واحده، كومونتير واحد نقول لك ما تحملي هادشي. بمعنى ان هذا السيد هذا بين ليها بانه عنده الحقيقه، عارفه وبغى يشهد وبغى يقول كل شيء فرح، قلنا ما كاين مشكل مزيان. لكن شنو غادي يوقع؟ غادي يخرج فيما بعد وغادي يتكلم بواحد اللغه اللي هي قاسيه مع السيده حياه العلمي. اشنو هو السبب؟ ما عرفناش شنو هو السبب مورا داك الشيء، وكيدور فيها بواحد الكلام. شوفوا المقطع. انت اللي كتقولي مربيه الاجيال ولادي مربين، ولدك كان كيصلي على ياكل الصباح شحال كندير مع الاخرين. اذكروا اماتكم بالخير، ما بغيتيش انا غنذكروا. ولدك كان كيضرب الطاوله وكان كيضرب الكوكايين. انه لما خرج هذا الشاب هذا، خرج كذلك الشاب الاخر اللي هو كان صديق تهامي بناني واللي فتح الامسان ديال تهامي بناني. يعني في ديك الفتره اللي كان مختفي تهامي بناني كانوا باقين يلاه الام ديالو عائلته باقين تيقلبوا داك الشيء، باقين ما متاكدينش وشنو هو واقع لولدهم، كانوا في واحد الحيره من امرهم. فاذا به تيتحل داك الامسان، غادي يحلوا هذا صاحبه وغادي يرسل رساله للسيده من العائله ديال تهامي بناني، وغادي يوهمها كانه التهامي اللي كاتب ليها. وهذا الشيء هذا راه حكاته السيده حياه العلمي، وقالت لك بانه هاد السيده اللي من العائله ديالو بنت عمته او بنت خالته ولا ما بقيتش عاقله على اين، قالت لك بانها هي عارفه بانه ماشي الطريقه كيفاش يكتب ليها تهامي بناني، استغربات يعني جاتها غريبه. هي هذيك فاش غادي يبحثوا في هذه القضيه هذه وغطروا واحد الضجه، فغادي يلقاو بانه الامسان تحل من لورديناتور ديال هذا صاحبه، وقال لك حقا راه حيتاش تهامي حلو من عندي وانا حليته غير حقا باش هذا. ما عرفتش، بقى تيجاوب شي اجوبه غريبه. فهاد السيد هذا حتى هو خرج وحتى هو يعني ولا مع الجهه الاخرى، شيء اللي هو غريب. والاغرب في هذا كامل هو انه كيف ما قلت كيدافع على هاد الف راء، كيدافع عليه وتيقول لك انا نتحدى اي واحد يقول لي راه هذا كان تما. مؤخرا اللي قال لك عنده شي حكم في كندا اعتدى على شي سيده ولا ما عرفت شنو، هذيك قضيه لا علاقه لها بقضيه تهامي. هما غير دابا باش يجبدوا داك الحكم عليه، هو قال لك بما انه راه كاين حكم عليه راه هو مجرم، راه هو داخل الجريمه. ما عنده حتى علاقه وما كنعرفوش باش يقولوا حق لا راه كندافع عليه، رشد كيقولوا رشد فلوس. ولا انا كنقول لكم بلي هذا السيد ما عنده حتى شي علاقه بالقضيه. وعلاش يلاه جبدوه؟ مالكم ما جبتوه من الحاله هذه؟ بمعنى تيبغي يبين لنا بانه عارف الحقيقه 100% وكانه كان معاهم، ولكن هو تيقول لك انا ما كنتش معاهم، ولكن ما عرفتش. هو راه هو تيعيطوا له كشاهد، يعني راه
الهيئه ديال القضاء الى اخره، فراهما غادي يقدروا يعرفوا واش هاد السيد كان او ما كانش. ثم انه كيدافع على الطرف الاخر، كيدافع على المعتقلين. على اي غادي نخليو هاد الشيء هذا وغادي نشوفوا السيده حياه العلمي من بعد الجلسه الاخيره ديال البارح شنو دارت. اذا فالسيده حياه العلمي خرجات مكشكشه، طالع ليها الدم، مفقوصه. كيبان لي هاد السيده هذه انا كتبان لي صراحه بدات كتغير، ما بقاتش كيف ما كانت، تبدلات بزاف هاد المراه هذه، والله يحسن عوانها. كنتمنى يا ربي طيح في شي ناس اللي هما غيرحموها باش تعرف الحقيقه وترتاح ديك المراه وتمشي تنعس وتصنت لعظيماتها، لانه راها عيات بزاف. كانت قالت قبل من هذه الجلسه هذه انه كاين شهود، كاين الشاهده اللي غادي تجي. هاد الشاهده هي اللي صديقه ديال تامي بناني، وهي اللي قاتلها من النهار الاول، شرح من اللحم يخنز، قاتلها وحلفت لها في القران وقالت لها راه ضربوه تكرفصوا عليه وراه شعلوا فيه العافيه وقتلوه لاحوا في البحر، يعني قاتل هذاك الشيء اللي كاين. هذه مصابه بداء السرطان الله يشافيها، ما جاتش لانه يعني مريضه. السيده حياه العلمي ما عجباش الحال، قالت لك كان المفروض تجي الناس راه على الكروسه وكيجيو فعلا باش يأديو شهاده الحق. الناس كيجيو الجلسات في الكروسه، كيجيو يديروا الشهاده ديالهم. ثالثا هذيك الشاهده ضروري خصها تجي، لان هي اللي قالت لي مهرب ومليح في البحر. ولكن هاد السيده كتبان، هاد البنت كتبان بانها خايفه من النهار الاول، يعني فاش قالت هاد الهضره فحال قالتها وتراجعات، يعني تنادم معها الحال، قالت انا شنو دخلني لهذا الشيء هذا، ولات خايفه على راسها ربما وخايفه على عائلتها، الله اعلم. المهم ما كنعرفوش شنو كاين من مورا هذا الشيء، لان هذه القضيه كبيره بزاف. فالسيده حياه العلمي من دائما وهي كتصيح باعلى صوتها بكل ما اوتيت من قوه، كتغوت وكتقول لنا عباد الله ديروا الخبره على الهواتف. يعطيونا سيدي التليفونات ديالو، انا ما كانش التليفونات ما نفهمو حتى شي حاجه. يعطيونا الخبره على الهواتف من الساعه اللي تفتهمي حتى الغرفه 11 الليل. عباد الله ديروا الخبره على الهواتف. من الوقيته فاش شاف ولدي، شاف التهامي وقالوا حقا راه هو حاله هستيريه، وهذا قالت لك ربما عطاوه شي حاجه، شي كينه داروها له في المناضه ولا في سمو، حيت هي عارفه ولدها ما كيتناولش المخدرات، عارفاه، لان الدري اللي كان تيتناول المخدرات ولا بدا واحد النهار غيدخل عندك عينيه مقلوبين ما عارفه شنو، كتعيق به الام ديالو او الاب ديالو، تيعرفوه كيعيقوا به راه تيتناول داكشي. ولكن الا كان الدري تيتناولش هادشي راك كتعرف ولدك واش يتناول ولا ما كيتناولش. ما علينا. السيده كتعوت تقول لهم ديروا لي الخبره على الهواتف من الساعه فاش تلاقى شاف ولدي حدا المطاحن ديال المحمديه حتى الاخر، يعني حتى الاخر لحظه فاش غبر كاع ما بقيناش شفناه. وكطلب كذلك السيدي، عندهم واحد السيدي قالت لك الا شفنا السيدي راه غتكون واحد يعني واحد القنبله ذريه. علاش؟ قالت لك لاننا موجدين شي اسئله، ولكن للاسف الشديد خاب الامل ديالها هذه المره. غادي نخليكم تسمعوها. عطاونا السيدي بالحوزه ديال المحكمه، السيدي بالحوزه ديال المحكمه ونديروا بهذا. السيده حياه العلمي ما فهمت والو. قالت لك الطبيبه ديال التشريح اللي دارت التشريح قالت لك هي اللي غسلت الحوايج ديال تهامي، واش عندها الحق ولا ما عندهاش الحق؟ جاتها شرحتها، دارت لها المسائل ديالها، غسلت لها الحوايج ديالها، صبرت لهم ليها، عندها الحق تقبل الحوايج. حنا ما فهمناش هذا الحق هذا، عمرنا ما سمعناه. انا ما كنفهمش في القانون، ولكن مازال غنصور في القانون واش عندها الحق تقبل الحوايج. تكلمت على المحافظ، واش كاين موهوم كيديهم لبلايص اخرين وشي مقبره اخرى فيها شي بنت الى اخره. المحافظ بغات تسولو علاش اسيدي درتي لنا 44 غير داك القضيه الواحد، وعلاش اسيدي موهتينا وقلتي لنا والطرقم كله كاين وحنايا ماشيين بحال شي حواله ماشيين اسيدي كنقلبوا هذاك الخبوط تجبدوا فيه جثه ديال البنت. المهم القضيه متشبكه مزيان ورجع داكشي اللي كان قديم، يعني لانه دابا الملف بحال غيبدا يعني من جديد، تحقيقات من جديد، وكل نقطه اللي شافت فيها حياه العلمي شي حاجه اللي هي ما عجبتهاش، شي حاجه فيها مراوغات باش يتستروا على هذه القضيه ديال ولدها، فهي كتجبدها بحال القضيه ديال المحافظ
فهي غادي تجبدها. فحال القضيه ديال داك الفرملي اللي قال لها داكشي، راه هي غادي تجبد كلشي من ا حتى ل، يعني من الاول حتى الاخر. كاع اللي دلاب شي حاجه ورجع فيها ورجع كذبها مثلا او كيتناقض في الكلام ديالو، كاع اللي دار شي حاجه ماشي هي هذيك، كلشي غادي تجبد. ودابا راه هي مع الطبيبه ديال التشريح، لانه قالت لك لا يعقل انها تصبر الحوايج ديال ولدي، وحنا غنشوفوا قانونيا هذا الشيء هذا الى اخره. عندها بزاف ديال النقاط والمعطيات كيخصها غير قالت لك نلقى كيفاش يعطوني فرصه ونهضروا ونطرحوا الاسئله ديالنا، لانه عندنا اسئله اللي هي كثيره واسئله اللي هي مهمه بزاف واللي هي غتوقع يعني بنادم في الفخ. وسيمانه وحنا كنوجدوا لي كيستيون وفي الاخر ما نسولوهاش. فين غنوصلوا؟ فين بغينا نوصلوا؟ ما نوصلوا حتى شي حاجه. حرام يا عباد الله. وجدنا اسئله للكيستيون اللي هما مهمين ما تعطيناش هاد الفرصه. راه اللي بغيها انا ربي ونعبدو. غادي نيجي وغطرح الاسئله. قالت لك راه ديك الساعات غادي يشوفوا غير القسمات ديال وجههم كيفاش الهيئه راه هي غتعرف بنادم واش متورط او لا، واش داير ولا ما دايرش. هكذا انهي هذا الفيديو، وكنطلب غير الله يعطي الصحه والسلامه لهاد المراه هذه، الله يطول ليها في عمرها حتى تشوف النهايه ديال هذا الفيلم هذا، لان هذا صراحه فيلم ومازال ما انتهاش. كيبان لي مازال مطول. لو انه القضاء قال لك غيسد مع هذا الشيء هذا وغينهي هذا الموضوع، قلت لكم بانه يا اما غادي يسدوا معاه ولكن بالطريقه التي اريد لها. وهنا الام ديال تهامي بناني غادي تبلعها بشريبه ديال الماء بحال دارت واحد الكينه ودارت عليه الماء طق صافي تمشي تنعس وتكمش. يا اما انه هاد القضيه هذه حياه العالمي ما غاديش تفهمها وما غادي تبغي تعرف ولدها فين كاين بالضبط وتكون مقتنعه 100%. وهنا القضيه غادي تطول، لانه كاينين شي حوايج اللي هما من الصعب انهم يبانوا بسهوله. هادشي اللي بان لي انا من خلال هاد الملف هذا، ولكم واسعه النظر. بسلام عليكم.